لو يتأكدوا و... فقلت يمكن أنا ما أعرف القانون بالضبط، يمكن على مود هاي الشغلات اللي دا يقولون عليها علامات أمنية أو أختام أو مدري شنو. فاضطريت إنه أتدين للمرة الثانية وأتبهدل. الحمد لله على كل حال وسافرت. ساويت الفحص للمرة الثانية من نقابة الأطباء، يعني تخيل اجتمعوا نقابة الأطباء لعمل الفحص على مود يتأكدوا، وبعدها ختموا لي نقابة الأطباء ختم من نقابة الأطباء ومن وزارة الصحة المصرية ومن وزارة الخارجية المصرية ومن السفارة اليمنية اللي بمصر ومن القنصل اليمني، يعني تعمد وتختم من كل الجهات الرسمية ومصادق عليه من جميع الجهات الرسمية. ورديت وراجع على مود بطائقي وعلى مود قضيتي، ما أنا تاركتها ولا تاركة بطائقي لو شو ما صار. أنا وش مساوية بيهم؟ لذلك أني دا أناشد الشعب اليمني ودا أناشد الحكومة ودا أناشد المشائخ وكبار البلد وأعيانها، مشائخ اليمن بكبارها بصغارها بالشعب اليمني بأكمله، وقفون يمي، أنا بظهركم، أنا داخلة على الله ثم عليكم، أنا فحصي جاهز ومعمد ومختوم من كل الجهات الرسمية ومعتمد ومصادق عليه. هذا الفحص وهاي الأختام، نقابة الأطباء، وزارة الخارجية المصرية، وزارة الصحة المصرية، والسفارة اليمنية ومن القنصل اليمني اللي بمصر. شنو باقي؟ شنو العذر اللي راح يتعذروها المرة؟ أنا ما طالبة منهم الشغلات اللي باقوها مني، الفيلا والسيارات والشغلات والأموال، كلش ما دا أريد، كلش ما رايدة منهم. أنا أريد اسمي، هوياتي، بطائقي. يقول لك خافوا الله، ما بيجوز هيك، والله ما بيجوز. صبية مستضعفة، يعني هم دا يتمرجلوا علي لأنه أنا صبية مستضعفة، ما إلي سند وما إلي ظهر، ما إلي رجال. لو أكو رجال معي وبظهر رجال ما حدا كان راح يسترجع علي من الحوثي، بس لأنه صبية مستضعفة ومكسورة الجناح ايش دا يساوون بيها؟ على مود بطائقي. وش مساوية بيهم البطائق والاسم؟ محاربين صبية ومبهذلينها ومجرعين المر والعلقم، مجرعين الويل، على مود شنو كل هاي؟ على مود الاسم؟ ولك صدام حسين صقر العرب، الأمم كلها تفتخر بيه، زعيم الأمة العربية. وش مساوي صدام حسين؟ على مود يحقدوا علي ويتحاملوا علي كل هاي المحاملة. فأنا بناشد الحكومة بأكملها والشعب والمشائخ والقبائل، شو وقت تتهز شواربكم على صبية جاية تنتخيكم وتقول لكم داخلة على الله ثم عليكم. تضامننا مع ابنة صدام حسين المجيد. وهذه الميليشيا لم تترك أحدا لا يمني ولا غيره، وهذا عهدها غدر وإرهاب وتنكيل بالجميع، ولا تفرق بين أحد، لا بين رجل ولا امرأة، عداؤها للحياة وحسب.